الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للصالحين المتقين، ولا عدوان إلا على المجرمين الظالمين. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك، عز جارك، كملت حكمتك، عمت فضائلك، تمت نوافلك، عظم سلطانك. سبحان ربي، سبحان ربي. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، فهو الكريم يجيب من ناجاه. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. اطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد آمن بيقين وأيقن بإيمان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا وحبيب أفئدتنا وقلوبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. يا سيدي، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. يا رب، يا رب، وارزقنا زيارة أحمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة بصاحبها في النار. أيها الأحبة، مرحبا بكم في عيدكم الأسبوعي في يوم الجمعة 23 من شهر الله المحرم.
لعام 1447 من هجرة سيد المرسلين، المصادف 18 من يوليو حزيران لعام 2025 من ميلاد المسيح عيسى عليه وعلى أمه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. كلام محقق عن جسد ممزق، هذا هو عنوان اللقاء، وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان العريض على 3 عناصر. أولاً سيل بليل، ثانياً خنا فهنا، ثالثاً عودوا تسودوا. أحبتي، هيا بنا لنعطر المسجد والمجلس كما تعودنا بالصلاة على رسول الله. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيب. حاشا يضام من استجار بربه، وحاشا أن يخيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا سألت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وأنعم وأعظم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، سيل بليل، نعم، إنها المصارحة والمكاشفة. إننا نعيش عصرا نبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا به فيما صح عنه في البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كأننا مائدة تتداعى علينا الأكلة تأكلنا فلا تبقي منا ولا تذر. قالوا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم إذا كنا كذلك ابتلينا بالآتي: أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إننا نمر تحت ظلمة ليل حالك، ننتظر انتهاءه وانقضاءه لنقول: الليل ولى لن يعود وجاء دورك يا صباح. وسفينة الإيمان قامت تستقي ظل النجاح. إنا إذا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح، إنا إذا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح، وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. تنظرون إلى حال الأمة في هذه الأيام، حال
تبكي وتحزن، تشرذمنا، تشتتنا، تفرقنا، تمزقنا بعد أن كنا جسدا واحدا. كنا نحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، ولو اكتفى لأدى إلى معنى صحيح، لكنه أكد بمؤكد ثان، قال: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر فلا ينام، والحمى الحرارة العالية. إننا نرى ما فعل ويفعل في غزة ولبنان وسوريا، ولا نملك إلا مصمصة الشفاه، ولا نملك إلا التفرج. وهذه وربي خيانة، وربي خيانة ليس بعدها خيانة، لذا هن وما عاد لنا عند أعدائنا قيمة ولا قامة ولا وزن ولا كيان. ذلك أيها الأحبة أننا تراجعنا عن ديننا فقط، ابتعدنا عن منهج ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا كالمائدة تتلقفنا كلاب الأرض. أصبحنا في حال ما تعودنا عليها، ما هكذا نحن. إننا ورب الكعبة أولو الكعب العالي، إننا أولو السيادة وأولو القيادة وأولو الريادة. إننا كنا نطعم الأرض كلها. واقرأوا إن شئتم في سورة يوسف قول نبي الله يوسف للملك: اجعلني على خزائن مصر. لا والله، قال: اجعلني على خزائن الأرض. وكأن خزائن الأرض كلها كانت هنا في مصرنا الحبيبة. أين نحن الآن؟ أصبح منا من يتفقد القمامة ليأتي بأكله وشربه. أصبحنا في حالة لا تسر عدوا ولا حبيبا. تداعت علينا الأمم، صرنا مستهدفين من كل الجهات، وما ذلك إلا بذنوبنا، بأفعالنا، بأحوالنا. لذلك دائما وأنتم تعلمون ورب الكعبة أني أحبكم في الله، دائما أدندن: يا سادة، تعالوا لنرجع إلى الله، تعالوا لنرجع إلى سنة رسول الله، تعالوا. ففي الرجوع الرفعة، في الرجوع القيادة. ما تقولش وأنا مالي وأنا لوحدي اللي هرجع، ما الدنيا كلها بايظة. حبيبي، ابدأ بنفسك. فما المجتمعات إلا أفراد،
ومعظم النار من مستصغر الشرر. ابدأ بنفسك، عامل ربك، راقب ربك، اقتدي، ارجع إلى الله، فلعله بدعوة منك وحدك يغير الله الأمة. ولا تستهن، لا تستهن بصغيرة، إن الجبال من الحصى. والله يا أخوانا، روى البيهقي في دلائل النبوة ما يلي: أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وكانوا يمرون بفترة قحط من المطر وجد، فجاءه بنو إسرائيل وقالوا: يا كليم الله، ادع ربك أن يسقينا، استسق لنا يا موسى. فجمعهم موسى عليه السلام، اسمعوا أيها الأحبة، جمعهم موسى عليه السلام لصلاة الاستسقاء، وصلى خلفه بنو إسرائيل وما نزل المطر. فنادى موسى ربه: أي ربي، استسقيناك فلم تسقنا. قال: يا موسى، إن فيكم رجل واحد يبارزني بالمعاصي. يعني ممكن الأمة كلها تحرم الخير بسبب واحد؟ أيوة، فليخرج يا موسى، أخرجوا هذا الرجل الذي بارزني بالمعاصي. وينادي موسى: يا بني إسرائيل، بينكم عاص فليخرج، بينكم عاص فليخرج. وتكرر النداء وما خرج أحد. اضطر موسى عليه السلام أن يعيد الصلاة ببني إسرائيل مرة أخرى. وبمجرد أن رفع موسى يديه إلى ربه حتى جاءت غيامة كبيرة وانهمر المطر كالسيل، ففرح موسى ونادى ربه: يا الله، قلت وقولك الحق، بيننا عاص، فدعوته للخروج فما خرج أحد، فما الحال أي ربي؟ قال الله: يا موسى، إنما سقيتكم بالذي منعتكم. أيوة، عارف اللي انتوا اتمنعتوا بسببه هو اللي انتوا اتسقيتوا بسببه يا موسى. ويقول موسى: أي ربي، يا ربي أين هو لكي أستدعيه لي، يعني أخليه يدعي لي يعني. فقال الله: يا موسى، سترته وهو عاص، أفأفضحه بعدما تاب وأناب؟ في رب أكرم من ده؟ في فضل أفضل من ده؟ في عز أحسن من ده؟ هنفضل بعاد لحد إمتى؟ إنما سقيتكم بالذي منعتكم. لما أخلص التوبة وأحسن الأوبة وأصدق إلى الله في الرجوع، أمطرت الأمة لأجله. فبصدقك أنت وبتوبتك أنت قد يرفع الله ما نحن فيه من غمة. وربي، الحال مزرية. أنا لا أعرف لو عاد بنا الزمان على عصر الصحابة أو حتى التابعين أو حتى الخلفاء الراشدين أو
حتى في آخر عصور الخلافة. أنا لا أدري كيف كانوا يرضون بهذه الحال. استحالة. ده المعتصم جهز جيشا عرمرما جرارا لما قالت امرأة كشفت سوءتها في سوق اليهود ومعتصماه. نعم والله، إي وربي، وصدق من قال بحد السيف تجتذ الرقاب ولا يجدي مع البغي العتاب. بحد السيف تجتذ الرقاب ولا يجدي مع البغي العتاب. وأين خلافة تأوي بنيها إذا مست لأمتنا ثياب. أيها السادة، عودوا إلى الله وارجعوا، عودوا تسودوا. قولا واحدا لا يقبل القسمة على اثنين، ورب الكعبة عودوا تسودوا. إي وربي، إذا عدنا إلى ربنا منهجا وإلى سنة نبينا طريقة لسدنا ولقدنا ولصرنا قادة الأمم كما كنا. لكن كفانا غفلة، كفانا ضياع. نحن في وقت لو لم نرجع فيه والله لأكلنا ولدارت الدائرة علينا. انصحوا واصغوا، وعوا، اسمعوا وعوا، فأنا لكم ناصح أمين. والله الدائرة علينا، سنؤكل لو لم نرجع. لما هان علينا منهج الله هنا على الله. نعم، لما سئل ابن القيم رحمه الله تعالى كيف أعرف مقامي عند ربي، قال: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. قال: فما بال العاصين؟ قال: هان عليهم فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. اللهم اعصمنا من القواصم يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي، الحال ما ترون والأمر ما تشاهدون، فانظروا هل يرضيكم ما نحن فيه؟ هل هان عليكم من يقتلون ويذبحون؟ أوليسوا من جسدنا؟ أوليسوا مسلمين؟ أوليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ أوليسوا من جسدنا هذا؟ أوليسوا من أعضائنا؟ إي وربي إنهم كذلك. وإذا أحسستم أنهم ليسوا كذلك فراجعوا إسلامكم وإيمانكم. إي والله العظيم، فإن المسلم واحد. الرسول قال: كمثل الجسد الواحد. تمزقنا يا سادة، فتجمعوا بربكم، تحابوا، تناصحوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه:
لقد أنزل الله في القرآن سورة لو لم ينزل غيرها لكفت الناس، والعصر إن الإنسان كل الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحابوا، تواصلوا، تراحموا، تناصحوا. كفانا حقدا وغلا، كفانا خصاما وضغينا، كفانا تشرذما وتمزقا، كفانا. فقد وصلنا إلى حالة فرح بها أعداؤنا ورب الكعبة. تحكموا فينا، تحكموا في أقواتنا، تحكموا في أوقاتنا، تحكموا في أرزاقنا، تحكموا حتى فيما نشرب من مياه، وما ذلك إلا جناية أيدينا. فعودوا تسودوا أيها الأحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الكفر. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح قلوبنا واقض ديوننا وتول أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا واحفظ مصرنا وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي سوريا وفي لبنان. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين والإيمان. اللهم انتقم منهم في كل مكان وممن عاونهم وأيدهم يا جبار يا ديان. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك سؤال من لا يرد، وندعوك دعاء من لا يخذل، ونتوسل إليك توسل من لا يحرج. يا رب يا رب، إذن لدينك أن يسود ولسنة نبيك أن تعود، وزلزل واهزم اليهود. اللهم اهزم وزلزل اليهود ومن هاودهم. يا رب اهزم اليهود ومن هاودهم. يا رب انتقم من اليهود ومن أيدهم. يا رب انتقم من اليهود ومن أيدهم وهاودهم. اللهم انتقم ممن عاونهم يا رب العالمين. دعوناك يا ربنا دعاء من حرق قلبه وتمزق كبده وساءت حاله وليس له غيرك. ليس لنا غيرك، ليس لنا غيرك يا رب. قلت حيلتنا، قلت حيلتنا. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا؟ يا رب ما لنا سواك، يا رب ما لنا سواك، يا رب ما لنا سواك. انصر الأمة وارفع عنها الغمة. يا رب انصر الأمة وارفع عنها الغمة. يا رب انصر الأمة وارفع عنها الغمة. دعوناك بصدق وأنت أعلم بقلوبنا، لا ترد دعاءنا. يا رب أنا واقف على منبر رسولك، فإكراما لرسولك لا ترد دعائي، إكراما لرسولك لا ترد دعائي، إكراما لرسولك يا رب لا ترد دعائي. اشف غليلنا من أعدائنا، اشف غليلنا من أعدائنا، اشف غليلنا من أعدائنا يا رب العالمين. دعوتك يا رب وأنا المسيء الجاني، دعوتك وأنا المذنب المقصر، فلا ترد دعائي بقبيح فعلي يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.